انا خلاص بص حفظت حيطان البيت حيطه حيطه كده والله. انت مبسوطه جدا. هو انا بصراحه مش عايز انكد عليكي، بس هتكلم معاكي بصراحه بقى بجد. انا زهقت واتخنقت وتعبت. زهقت من ايه؟ يعني انت من بعد ما خلفت ايلين وانت مش مهتمه بيا وسايباني كده، وحياه بقت ممله. اقول لك تعالي نخرج تقول اصل مش فاضيه، اصل البنت تعبانه. يا بنتي طب تعالي ننزل شويه، تقول لا ما هو مش هينفع اصل البنت مش عارف مالها. انا اتخنقت وبصراحه انا مش عارف اعبر لك ازاي. ايوه ايه المطلوب برضه؟ ما فهمتش. مش هتفهميني على فكره، انت مش هتفهميني خالص. مهما قعدت اقول لك انا زهقان انا تعبان انا مخنوق مش تفهميني. انا اعرفك تفهميني ازاي. اسمه اتقال عليا ما تبصليش كده. موسى حبيبي عامل ايه؟ تسأل اسلم عليك يا جدع، مش عايز منك مصلحه يا عم. في ايه؟ بقول لك ايه، انا في ورطه عايزك تساعدني. هبعت لك لوكيشن استنيك. انا هجيب لك حد دلوقتي هيطلع كل مشاعر اللي جوه ويقولها لك في وشك. انا مش فاهمه يعني، ما تقول لي انت ايه القرف ده؟ اهو بصي هو جالك اهو هناك اهو. هو ده هو شايف اللي جاي هناك ده، هو ده اللي هيقول لك كل اللي في قلبي. اوعي بقى. اقعد يا موسى. مالك وفي ايه؟ ازيك عامله ايه؟ انا تعبت واتخنقت يا موسى وزهقت ومليت. ليه بس يا حبيبي؟ وحياتي بقت كلها ملل. روتين يا موسى من ساعه ما اتجوزت. تقول لي اصل مش عارف ايه، ما بتخرجنيش ليه، اصل ما بتعملش ليه، ويلا خلفت يلا نخرج. لا انا مش هخرج اصل البت عيانه، اصل البت تعبانه. ملل وانا اسيبها لوحدها في البيت يعني ولا اعمل ايه؟ انت اسكتي خالص وانا بتكلم. بقول لك بقول لك ايه، احنا في كافيه يا بقول لك والله ما تخليش بقى الله فز يا موسى. معلش ارغم عليها. عمال بشرح لها ما بتفهمش. بعيدك بالله. بص يا موسى بص بقى. بس طيب الناس كلهم بيتفرجوا علينا اهو. انا قلت لها انا هجيب لك حد يقول لي كل جوايا من غير ما انا اتكلم. اسمعي بقى اسمعي. انت جبان، انت عشان عارف ان انا هديك على دماغك لو قلت حاجه فمش قادر تتكلم. معروفه يعني. لا زي ما انا مش جبان، انا مش جبان يا زينب. وتلمي بس طيب خلاص اتلمي. سمعي موسى اتفرجتوا عشان علينا ما المكان. تركبش جريمه. سمعها اسمعي. في دوامة ملل عايشين بنغرق فيها وبنتشد. سمعة بحر هوانا هدي موجه واصبح جزره زي الماء. افهمي. بنينا اسرار رملة في اول هزة ليه اتهد عشان غاب الدفا بينا وفجأة محله حل الباب. تخليكي لطيفة كده مع الراجل عشان خاطر شكله جايب اخره. وصلت لك؟ يا زينب ما تستهدي بالله بقى، يعني عايز استهدي بالله كده جايب لك الراجل عشان يقول كل اللي في قلبي اهو. فضحتونا في ام الكافيه. الكوبليه اللي انتوا سمعتوه دلوقتي واللي موسى عبر بيه لزينب على كل اللي في قلبي دي من اغنيته الجديده اللي اسمها جبلين تلج، اللي هي موجوده دلوقتي على اليوتيوب. يعني تقدروا تخشوا على قناته على اليوتيوب وتتفرجوا عليها. اللينك بتاع الاغنيه هتلاقوه في الديسكربشن واول كومنت. خشوا اتفرجوا على اغنيه جبلين تلج او اكتبوا في سيرش اليوتيوب جبلين تلج هيجي لكم الاغنيه وخشوا اتفرجوا عليها. قويه. انا مش هتكلم كتير، انتوا اكيد سمعتوا حته منها وحسيتوا باللي جوايا. فحس بيا وبعيد عني. حس بيا، انا تعبت. حس بيا وبعيد عني. من ساعه ما سمعت الاغنيه بتاعت موسى وانا مشاعري اتحركت، حسيت فعلا ان احنا لازم نبعد عن بعض. ده انا كل اتحركت. كل اتحركت. عجبوني بصراحة بالقعدة بتاعتكم دي. انا همشي يا عم. براحتك يا موسى. مش فاضي يا عم. براحتك. يلا سلام. واهدوا شوية عشان خاطر الناس بتتفرج عليك. طبعا هنهدى. هو انا اقدر بص انا لازم اكون هادي. انا بره البيت هادي، جوه البيت بقى ما تعرفنيش يا باشا. بره البيت انا هادي. بره البيت ها انا هادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده يا جماعه في زر احمر تحت على الاشتراك، انزلوا واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ووصلوا الفيديو دوت ل 100,000 لايك. 100,000 لايك قليل تماما على الفيديو بتاع النهارده. الفيديو بتاع النهارده قوي جدا وهتشاركني فيه النهارده جنه. اكيد طبعا كلكم مستغربين ان انا بقدم الفيديو انا وجنه وزينب مش معانا، لان زينب مش موجوده النهارده في البيت وزينب عند والدتها هي وايلين راجع كمان ساعه او ساعتين. فهنستغل الموقف ونعمل فيها مقلب انا وجنه. بس مقلب ايه؟ هيطلع من نفخها. قررنا ان احنا نستغل ان زينب مش موجوده النهارده في البيت ونعمل فيها مقلب قوي جدا. وهنستغل كمان ان هم مغيرين ديكورات الشقه شويه. يعني بصوا خلوا الكنبه دي هنا وودوا الكنب والكراسي في الاخر، وكمان عملوا ميزه حلوه جدا ان هم حطوا الدبدوب ده هنا كانه ديكور يعني. فاحنا هنستغل الدبدوب ده يا جماعه ونعمل فيها النهارده مقلب قوي جدا. ايه هو المقلب؟ هنعمل مقلب الدبدوب المتحرك. ازاي بقى؟ حاولت استغل ان جنه في نفس حجم الدبدوب وقررت ان انا افتح الدبدوب دوت واقطعه واشيل من جواه القطن وادخل جنه جوه واحط الدبدوب مكانه زي ما هو، واستنى زينب لما تيجي واعمل فيها مقلب ان الدبدوب بيتحرك. الفكره يا جماعه ان انا
متحمس جدا للمقلب بتاع النهارده، لان زينب بتخاف من خيالها، بتخاف من اي حاجه. لو شافت بصوا، لو شافت اي حاجه في الدنيا ممكن تخاف منها، فتخيلوا ان هي هتبقى قاعده وتلاقي في دبدوب قدامها محطوط وبيتحرك. يعني هتقول لي الدبدوب ده اتلبس. هنبتدي يا جماعه دلوقتي انا وجنة نفضي كل القطن من جوه الدبدوب عشان نبدا كده نعمل تيستات كده شويه لحد ما زينب تيجي، عشان اول ما زينب تيجي نعمل فيها المقلب دوت، عشان انا مش متخيل بصراحه رد فعلها هيكون ايه. هنفتح الدبدوب كده يا جماعه دلوقتي، والله العظيم اقسم بالله مستحرم ابوظ الدبدوب، بس قشطه عادي، عشان زينب تستاهل، عشان زينب تستاهل نتعمل فيها مقلب زي ده. بصراحه انا مبسوط بالمقلب بس مش مبسوط بصراحه باللي بيحصل في الدبدوب. فاحنا هو نبتدي بقى ايه، نفضي شويه كده من الدبدوب. افتح الشنطه. شايفه يا زينب بضحي بالدبدوب عشان اعمل فيكي مقلب، تعرف انا بحبك قد ايه. بس لحد ما فضيت شويه منه، مش عارف كده تمام ولا لا، محتاجين نفضي تاني، بس حاسس ان هو كده تمام، او ممكن نفضي تاني. لحد ما انا فضيت شويه حلوين، فعايز اجرب يعني، هجرب دلوقتي كده ادخل جنة جوه ونشوف ايه اللي هيحصل. بعد معاناه كبيره يا جماعه قدرنا الحمد لله نظبط الدبدوب وندخل جنة جواه، ناقص بس الراس. خلي دلوقتي راسها بره عشان تعرف تتنفس بس لحد ما زينب تيجي. اول ما زينب تيجي وتخبط خليها تدخل راسها جوه ونبتدي المقلب. بص انا متحمس جدا، مقلب الدبدوب متحرك ده من زمان الفكره في دماغي ونفسي اصورها واعملها في زينب، بس ما كنتش متشجع ولا كنت عارف اصورها ازاي. بس لما امبارح لقيتهم غيروا الديكور بتاع الصاله وحطوا الدبدوب هنا، فكره جت تاني في دماغي وقلت لازم اعملها في زينب. احساسك ايه وانت جوه الدبدوب؟ زي الخرا بجد يعني. يعني مبسوطه جوه؟ جدا يعني فوق ما تتخيل. بصوا يا جماعه، بصوا جنة جواه، جنة كلها كده جواه. حركي رجلك كده. حركي ايدك كده. دخلي راسك كده ثانيه وحركي. حركي نفسك كده. حركي. حركي زي لا استنى، واحده كمان والنبي. يلا حركي كده. بجد خلاص بقى. ايه رايك؟ زي الزفت. بقول لك هنعمل مقلب حكايه في زينب. ماشي تمام. انا ثبت دلوقتي الكاميرات وجاهز للمقلب ومتحمس جدا ومش قادر اقول لكم والله مبسوط قد ايه ان انا هعمل مقلب زي ده في زينب، وفي نفس الوقت مستنيها تيجي بسرعه عشان هي اتاخرت. المفروض ان انا اتصلت بيها من شويه، قالت لي قدامي نص ساعه، ومفروض ان هي طلبت اوبر وجايه في الطريق، فاتاخرت جدا. فانا مستنيها ويا ريت تيجي بسرعه، لان البت اللي ورا دي بص عامله شاوري لهم كده يا ماما، شاوري لهم. فرهدت خلاص، فرهدت مني والله. مقعدها مقدرها كده بقالي ساعتين. انا واثق ان احنا هنشوف النهارده خضه لزينب عمركم ما شفتوها قبل كده في اي مقلب عملته قبل كده. انا شايف من وجهه نظري لو المقلب بتاع النهارده كمل على خير واتعمل في زينب هيبقى اقوى مقلب انا عملته في زينب حرفيا. زينب جت يا جماعه وانا متحمس جدا، هنروح افتح لها دلوقتي ونبتدي بقى. خليك يلا خليك. ايوه يا رجل فين اللي جابك دلوقتي؟ انا عايز افهم حاجه واحده، هو انا هفضل لغايه امتى اتصل بيك وتليفونك يفضل مقفول؟ اقعد بس، هروح اعمل مكالمه وجاي لك. رد عليا طيب وانا اقعد بس، انا هعمل مكالمه بس وجاي لك. اقعد. بقول لك هات باسورد الواي فاي عشان مش عامل عندي. 4 9 4 ام، الام سمول مش كابيتال. ها ماشي. يا احمد يلا حماده. ايه يا محمد؟ هو انتوا جايبين دبدوب بالكهرباء ولا ايه؟ اقعد بس اخلص المكالمه واجي لك. اقعد بس. السلك بتاعه فين طيب؟ احمد انا بساله السلك فين؟ لقيته بيشاور لي عليه. احمد يلا الدبدوب انت تعالى بص، تعالى اوريك حاجه. يلا خلص المكالمه واجي لك. تعالى يا محمد. في ايه يا محمد؟ تعالى عايز ايه؟ بص كده، تعالى بص. يا ابني في ايه؟ السلك بتاع الدبدوب ده فين؟ يا عم سلك ايه؟ سلك الكهرباء. يا ابني مفيش حاجه. اقعد بس. اقعد بس انجز. ده كان بي يا ابني مفيش حاجه. اقعد بس. اهو بص اهو يا ابني مفيش حاجه بتتحرك. انت مالك؟ فيك حاجه؟ اقعد طيب تعال اقعد بس. طب ما بص الحاجه اتحرك اهو. انت شايف مفيش حاجه تتحرك. انت شايف حاجه انا مش شايفها.
انت كويس؟ اهو بيتحرك والله. يا عم مفيش حاجه اتحركت. محمد ما تشغلنيش في نفسي بقى. اهو يا عم مفيش حاجه اتحركت. الله فين اللي اتحرك؟ هو انت عمى؟ مفيش حاجه اتحرك. ما هو اهو. يا خفيف يا خفيف. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انت قول لي ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا مش عارف. انا دلوقتي يا جماعه مستني المفروض زينب عشان اعمل فيها مقلب. ايه هو اللي جايبه؟ يا جماعه انا هشاهدكم دلوقتي انا بعمل مقلب في زينب. هو دخل فقلت يلا اجرب فيه المقلب اشوف هل هينجح في زينب ولا لا. فعلا يلا اديك شربت مقلب. قول لي انت احساسك ايه؟ احساسي ايه في ايه؟ ايه اوعى اللي حصل النهارده؟ اوعى خفيف. اوعى انا كنت جاي لك اقول لك على حاجه مهمه بس مش هقول لك عليها خلاص. والله لا سيبك كده. بص يا محمد عشان تبقى عارف انت لازم تمشي دلوقتي تاخد بعضك وتجري دلوقتي قبل ما زينب تيجي عشان المفروض اعمل فيها مقلب. فحاول تهرب تمام عشان اعرف اعمل فيها المقلب. عشان انت كنت هتبوظ المقلب. تخيل زينب جت دلوقتي وانت موجود المقلب باظ خلاص. بعد اذنك خد نفسك كده وروح وكمان شويه انا هجيلك ماشي؟ طب افتح تليفونك عشان انا عايز اكلمك في ماشي الموضوع. هفتح تليفوني. هفتح تليفوني يا جماعه عشان تليفوني مقفول. ولا اكلمك في الموضوع المهم دلوقتي بعد لا 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 يلا مزعج جدا يا جماعه. مش عارف ايه اللي جابه دلوقتي. يعني انا المفروض مستني زينب وافتكرت زينب هي اللي جت لقيت محمد في وشي. فكنت لسه اقول لمحمد ايه اللي جابك انا عامل مقلب في زينب. بس جه في دماغي كده طب ما اجرب في محمد لو المقلب نجح فيه يبقى هينجح في زينب والحمد لله نجح فيه. حابب اقول لكم يا جماعه ان النهارده المفروض ما فيش اي حد في البيت. زينب نزلت الصبح راحت عند والدتها وماما وبابا وياسمين وكلهم خرجوا. المفروض جنة كانت خارجه معاهم نازله معاهم النهارده بس انا اتحايلت عليهم كتير جدا عشان يخلوا جنة عشان اعمل المقلب دوت في زينب. فهم فعلا خلوا لي جنة وانا كلمت زينب دلوقتي وقدامها حوالي 5 دقايق او 10 دقايق وتبقى هنا. فانا ضحكت على زينب وقلت لها ان انا نزلت من البيت اصلا وخرجت مع صحابي والمفروض ان انا كمان مش في البيت. فالمفروض دلوقتي حرفيا ان مفيش اي حد في البيت. فانا هقفل كل انوار الشقه وهسيب الكاميرات شغاله زي ما هي وهسيب جنة وادخل جنة جوه الدبدوب وهقول لها اول ما تسمعي صوت زينب بتفتح الباب بس دبدوب وظبطي نفسك واعملي فيها المقلب وانا هبقى مستني بره. اول ما زينب تكشف المقلب جنة هتكلمني وتخليني اجي عشان اشوف ايه اللي حصل مع زينب. انا هخلع دلوقتي. ياسمين جنة ياسمين الو يا احمد انت فين؟ بقول لك يرجع بسرعه. انا مش عارفه انتوا كلكم نزلتوا ليه يعني مش سبتوني لوحدي في الشقه. انا ما بحبش اقعد لوحدي في الشقه قلت لك 100 مره. الدبدوب اللي محطوط بره ده عمال يتحرك والله العظيم انا خايفه حاسه قلبي هيقف. طب اقسم بالله بيتحرك وانا اضحك عليك. انا ههزر معاك ليه دلوقتي؟ والله يا ابني قلبي
كده ومتعصبه وعلى اخر وحاسه ان قلبي واقف. ابطل عبط في ايه؟ مش فاهمه. انا هزر معاك ليه؟ تعالى انجز بسرعه شوف ايه اسيب البيت وامشي. والله بيتحرك. طيب ماشي سلام، انجز بس تعالى بسرعه. انا ما بهزرش معاك والله، مش فاهمه انت بتضحك ليه يعني؟ ايه اللي يضحك في الموضوع؟ مش فاهمه. طيب لما اشوف، انا مستنياك اهو. فين زفت الطين؟ اهو شوف عشان تعرف ان هو بيتحرك. انا ما بهزرش معاك والمصحف نادرة اقوم، انا خايفه جدا. انجز وتعالى بسرعه. بص انا بعتلك فيديو عشان تتاكد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لا حول ولا قوه الا بالله. اعوذ بك لا أعوذ بك لا تموتن وخمس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. لا تؤذيني ولا أؤذيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالي بس خش يا زينب. يا مان على وش ليه؟ يا بنتي مفيش حاجة. خش طبعا عشان أيمن، ما ينفعش أنت. أيوه هاتوا أيمن. تعالي مفيش حاجة. يا بنتي مين اللي بيتحرك يا زينب؟ جايبين على وشي. بالراحه امشي بالراحه امشي بالراحه بس. امشي بالراحه. امشي بالراحه. أهو طيب مفيش حاجة يا بنتي، هو دبدوب أهو. مفيش حاجة بتتحرك. لا والله انا بعتلك ايه في الفيديو؟ طيب انا بعتلك ايه؟ قومي كده. طب انت شفت في الفيديو بيتحرك ولا لا؟ استني اوعي طبعا احط ايدي بس على اوعي احطها على الكنبه بس. قومي اهو. تعالي يا حبيبتي ثانيه بس. تعالي احمد انا مش هقوم من مكاني ولا اتحرك تاني. انا خليني قاعده كده في الارض. انا قاعده في الارض مش هتحرك. تعالي نشوف الفيلم. مش عايزه اشوف حاجه. تعالي بس. والنبي ما عايزه اشوف حاجه. تعالي نشوف. جسيه كده. لا مش جسيه. لا جسه انت. يا حبيبتي جسيه بس وشوف. والله جسه انت. ده انا مفيش حاجة بتتحرك. والله بيتحرك. والله بيتحرك. اهو شوفي كده اهو جسيه. والله بص انا ماسك ايرن. اقسم بالله ماسك ايرن. يعني في قومي شكل يا جنة اطلع من جوعك. بقول لك انا ماسك ايرن. يا رجاله المقلب تم بنجاح. تعالوا بسرعه. تعالوا يا اولاد، المقلب تم بنجاح. نفخناها والله.
بصوا يا جماعه مش عارف زينب متعصبه عليا ليه. اوعى ايدك والله بجد، ما بتهزر معايا هزار الدفتر. أنا افرض قلبي واقف متشنجه والله ليه؟ ما قادره اتكلم، ده انا يا قولي ابني يا الكلام مش عارفه ارتبه. قولي يا متشنجه ليه؟ مش عارفه في ده وانت مقلب ماشي، بسيط. وانت ده ماشي. مقلب بسيط على فكره. مقلب بسيط ده انت استني وحياة امي اللي عمل فيكي مقلب جامد. طيب يا جماعه نفخت زينب والحمد لله المقلب كمل على خير. وتقريبا المقلب ما اتعملش في زينب بس، تقريبا كده اتعمل في شخصين، في زينب ومحمد. محمد جه قبليك على فكره ولبس المقلب عشان تبقى عارف بس. بصوا يا جماعه اقسم بالله انا قلبي كان هيقف، يعني انا لحد دلوقتي لساني مش عارفه، حاسه ان الكلام راكب على بعضه، يعني الكلام راكب على بعضه عندي، مش عارفه اتكلم اقسم بالله. بس وحياة امي وحياة ربنا وحياة المصحف لهوريك، والله لوريك. انا هموت والله. هموت يا جماعه. وما انتش الفيديو دوت عشان اتفرج على زينب، انا ما اتفرجتش عليها، عشان اتفرج على زينب وهي بتعمل فيها المقلب، اشوف شكلها كان عامل انت ازاي عارفة كنت عاملة ايه؟ واتخط ازاي انت وكل عارفة حاجه كنت ازاي. عامله ايه؟ والمصحف كنت مستخبيه في ايلاند، مستخبيه في ايدك؟ والله مستخبيه فيها. سامعه يا لولي؟ سامعه يا جميله؟ يعني شوف انت وصلتني لايه، انا أمك كانت مستخبيه مستخبية فيها. فيكي. هي تمام؟ مش هتنقذني في حاجه. وبعدين يا لولي بقول لك ايه، اجبري بقى عشان اعمل فيكي مقلب زي ده، ممكن؟ انت اللي هتعمل هي فيها بصلي ده ولا انا وهي اللي هنعمل فيك. لا يا بتبص لولي. لي عشان نتفق عليك في مقلب. لولو يا جميل. بصوا بقى يا جماعه، انا طبعا وحياة ربنا انتوا عارفين انا لما بعمل مقلب عامل ازاي، فانا مش هحله ومش هرحمه الفتره الجايه، هتتفرجوا وهتشوف. عمرك ما هتعملي مقلب اعنف من ده عشان تبقي فاهمه بس. حبيبي انت عارف انا لما بعمل فيك مقلب عامله ازاي. لا بقول لك ايه المقلب طلع من نافوخك ما تحوريش. قلبي كان هيقف. سيبكم من زينب خالص، انا مبسوط بصراحه ان هي اتعمل فيها مقلب زي دوت وفرحان فيها جدا. تعالي بس اهم حاجه بس تعالي ادي راسك ابص اهي. بعد ايه؟ ما تزعليش والله ما تزعليش، قول للناس انت فكرة مش زعلانه. هقول لهم انا مش زعلانه. واحد عين عشان خاطر عين. خلاص يا جماعه مش زعلانه. قولي طب انت زعلانه؟ انت عمل فيك المقلب مع مامي؟ يا حبيبتي حلو. تقريبا زعلانه ان هي اتعمل فيها مقلب مع امها. وبكده يا جماعه يكون مقلب النهارده انتهى، وكنت مبسوط جدا من المقلب. احب اشكر جنة ان هي شاركت معايا في المقلب بتاع النهارده، والمقلب نجح بجداره. طبعا هي كان ليها الدور الاكبر في المقلب، انا بس مجرد تخطيط. قالي عليا هي كان ليها الدور الاكبر بصراحه. تحبيني لا ايه؟ خلينا ننط مع بعض بعيد عني بعد اذنكم. طيب يا جماعه مبسوط جدا من المقلب ومتحمس جدا ان انا اعمل في زينب مقلب زي كده تاني. طبعا هنفخها. طبعا سيبكم ان هي بتفضل تقول انا هنفخه واعمل فيه مقالب، مفيش الكلام ده ولا يحصل الكلام ده. وفي الاخر حابب اقول لكم انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ووصلوا الفيديو دوت ل 100,000 لايك لو المقلب بتاع النهارده عجبكم. واخر حاجه احب اقولها لكم، سلام.